فاكر الزنة دي؟ دي كانت البداية قبل النت والموبايل، حتى قبل التلفزيون. البرنامج العام والشرق الأوسط وإذاعة القرآن الكريم. تفتكر أول مرة سمعت هنا القاهرة؟ الراديو اللي كان في كل بيت على رف المطبخ عشان ماما بتسمع وهي بتحضر سندوتشات المدرسة، على المكتب وإحنا بنذاكر، وطبعا نسرح معاه ونسيب المذاكرة. مين فينا مصحاش الصبح على بالسلامة يا حبيبي وهمسة عتاب وكلمتين وبس؟ مين ما سمعش أبلة فضيلة في غنى وحدوتة، وصفية المهندس بصوتها الدافي إلى ربات البيوت؟ طب فاكرين دلع إيناس جوهر وهي بتقول رباعية صلاح جاهين في برنامجها تسالي؟ ويوم الجمعة بقى لما بتطل علينا ملكة الكلام أمال فهمي في برنامجها على الناصية اللي استمر نجاحه أكتر من 50 سنة، تخيلوا. وقال الفيلسوف والمسلسلات الإذاعية الجميلة، ده غير رمضان وفوازير رمضان وأذان الشيخ محمد رفعت اللي مصر كلها كانت بتفطر عليه. أقول إيه ولا إيه؟ ده الراديو عايز حلقات. يمكن نكون سيبنا الراديو بس هو عمره ما سابنا، ومفيش أي تكنولوجيا عرفت تاخد مكان الإذاعة في قلوبنا. وهنا القاهرة لسه بتحكي لنا الحكاية، حكاية من حكايات جيل التمانينات.